السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض محشي مشكل، وهنقول كل تفاصيله وتكاته اللي تخليكي تقدري ان انتي تخرجي حلة محشي مظبوطة حتى لو اول مرة تعمليه. واول حاجة هنعملها هنجيب كرومبة زي ما انتوا شايفين كده، وهنشيل الورق الخارجي بتاعها ونقورها من النص. وده هيكون شكلها بعد ما قورناها. وهنا هحط حلة مية على النار وهضيف لها معلقة كمون واسيبها تغلي عشان اسلق فيها الكرنب. وهنا زي ما انتوا شايفين كده المية بدأت تغلي، هبتدي بقى ان انا اسقط فيها الكرومبة دلوقتي. وبعد ما حطيتها في المية زي ما انتوا شايفين كده هسيبها لمدة 10 دقايق. ودلوقتي هقلبها على الجنب التاني. هبتدي دلوقتي كل ما ورقة تنفصل عن الكرومبة ابتدي ان انا اشيلها بسهولة زي ما انتوا شايفين كده. ودلوقتي هحط الكرنب في مية ساقعة علشان ما يتهريش مني. مش مية ساقعة من التلاجة، اقصد مية ساقعة من الحنفية يعني. وبسيبه في المية الساقعة كده شوية وبعد كده ارجع اطلعه تاني زي ما انتوا شايفين كده واحطه فوق بعضه. طبعا المكان ده مغسول كويس قبل ما احط فوق حاجة. وهبتدي ان انا اشتغل بالشكل ده لحد ما اخلص كل الكرومبة. وبكده نكون خلصنا سلق الكرومبة كلها. ودلوقتي يا حبايبي هنتعلم تقطيع الكرنب. هجيب ورقة وافردها بالشكل ده كده. وبعد كده هقطع العنق بتاعها او الحتة التخينة بتاعتها اللي موجودة دي. وبعد كده هنلف الورقة بالشكل ده. واحدد طول الصباع اللي انا عايزاه واقطعه زي ما انتوا شايفين كده. نعمل مع بعض واحدة تانية. وبالشكل ده هقطع كل الكرنب اللي موجود عندي. وبعد كده هاخد كل قطعة من دول افردها واقطعها لي قطع صغيرة على حسب طول صباع المحشي اللي انتي عايزاه. وهكذا لحد ما اخلص كل الورق اللي موجود عندي. ودلوقتي يلا بينا نشوف الكوسة. عندي دلوقتي شوية كوسة زي ما انتوا شايفين كده، مغسولين ومتنضفين. هبتدي ان انا دلوقتي اقشرهم او اشيل الطبقة الخارجية بتاعتهم بسكينة زي ما انتوا شايفين كده. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين كده قشرنا كل الكوسة. هبتدي دلوقتي ان انا اقورها بالمقوار. هاخد حباية الكوسة وادخل فيها المقوار والفه زي ما انتوا شايفين كده. بس اراعي انه المقوار ما يدخلش لاخر الحباية علشان ما يخرمهاش مني. وكل اللي بيطلع من الكوسة ده انا بحتفظ بيه علشان بحطه تحت المحشي في الحلة. ودلوقتي هنعمل تجديعة المحشي. هجيب صينية زي ما انتوا شايفين كده، هحط فيها كمية من الزيت، كمية حلوة يعني. واحط عليهم بصلتين مفرومين ناعم، واقلبهم لحد ما يتبلوا. وبعد كده اضيف الصلصة، حوالي لتر من الصلصة. وهضيف عليهم معلقتين صلصة جاهزة علشان احمر لون الصلصة شوية. وهنا الصلصة بتاعتي اتسبكت، هبتدي ان انا اضيف لها البهارات بتاعتها.
هحط مكعب مرق دجاج، وهحط كمان توابل محشي، وهحط كمون، وهحط كزبرة، وهحط فلفل أسمر، وهضيف كمان هريسة أو شطة حوالي نص معلقة أو أقل شوية، وكمان هضيف نص معلقة توم. ودلوقتي هضيف كوباية مية للصلصة، ولما تسخن أضيف لها الرز اللي أنا هحشيه كله، وأقلبهم مع بعض لحد ما الرز ما يشرب المية كلها. والخطوة دي مهمة جدا للناس اللي بتشتكي من إنه حباية الرز بتاع المحشي مش بتبقى مستوية كويس. وبعد ما الرز ما يستهدى هبتدي إن أنا أضيف الخضرة زي ما انتوا شايفين كده وأقلبها. ودلوقتي هنجهز الحلة اللي احنا هنحشي فيها، وأول حاجة هنعملها هنضيف تنظيف الكوسة، وبعدين هنضيف عروق الكرنب، وهنا هنضيف كام ورقة خضر من اللي كانوا على الكرنبة من بره. ودي الحاجات اللي انا هحشيها، عندي كرنب، وعندي كوسة، وعندي كمان بتنجان وفلفل، بس انا اعطيهم تلويحة في الزيت، في ناس ما بتحبش ده بس انا بحبه. وكمان في عندي ورق بنجر، هو الطبيعي يكون ورق عنب، بس انا ما عنديش ورق عنب فحشيت مكانه ورق بنجر. اول حاجة هنعملها هنحشي الكوسة والفلفل والبتنجان، وهراعي ان الصباع لا يكون مليان قوي ولا يكون فاضي قوي. ودلوقتي هنرصهم في الحلة، انا بنيمهم في الحلة مش بوقفهم. وبعد ما هرصهم هعمل بالسكينة فتحة في كل صباع منهم علشان اضمن دخول المية جوه. ودلوقتي هبتدي ان انا احشي ورق البنجر، لو ورقة البنجر كبيرة هقصها على قطعتين او 3 على حسب طول الورقة اللي موجودة عندي. وبرص رص عشوائي، بمعنى انه المكان اللي انا بلاقيه منخفض شوية او محتاج ان انا احط فيه بحط فيه. وهنا هنبتدي نحشي ورق الكرنب. وهنا خلصنا حلة المحشي زي ما انتوا شايفين كده. نيجي بقى للتسوية. لو انتي هتسويها على طول مفيش مشكلة، لكن لو انتي هتحطيها في التلاجة وبعدين ترجعي تسويها لازم تطلعيها من التلاجة تاخد درجة حرارة الغرفة الأول علشان ما يبقاش المحشي من جوه ساقع. انا دلوقتي هحط حلة المحشي على النار، على نار عالية نوعا ما، واسيبها لحد ما تطلع بخار بالشكل ده علشان اضمن انه اول ما احط الشوربة تبتدي ان هي تغلي على طول. انا هنا مستخدمه حوالي 4 كوبايات رز ابيض. انا المفروض انهم هياخدوا 4 كوبايات شوربه. حطيت كوبايه منهم على الرز وهو بيستوي مع الصلصه، يبقى فاضل 3 كوبايات شوربه. هبتدي ان انا اضيفهم دلوقتي. ودلوقتي انا لما اسيب حلة المحشي واغطيها هتبتدي ان هي تنزل المية بتاعت الخضرة بتاعتها بالاضافة للمية او الشوربة اللي انا اضفتها. هسيب كل ده يغلي على نار متوسطة واعلى من المتوسطة بشوية، لحد اما المية دي كلها يشربها الرز وما يتفضلش غير شوية مية صغيرين، وبعد كده اوطي عليه كأني بسوي رز بالظبط.
ودلوقتي زي ما انتوا شايفين كده حلة المحشي شربت كل المية اللي موجودة فيها. هبتدي ان انا اوطي عليها واسيبها لحد ما تتردد. بتعرفي انها اترددت لما بتسمعي صوت ازيز طالع من الحلة من تحت، دليل على انه ما عادش فيها مية، او ان تشمي ريحة الحروقة بتاعت الارضية بتاع المحشي من تحت. وده في الغالب بياخد له حوالي نص ساعة. دلوقتي نقلب حلة المحشي مع بعض. وده شكل المحشي بتاعنا بعد ما استوى. وما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وتدعموا قناتي عشان اقدر ان انا استمر. وشكرا ليكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم في كي كيتشن.